بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنبدأ في عمل فوانيس رمضان. ومعانا هنا الفانوس اسمه علاء الدين. طبعا احنا عارفين هو اسمه، مش عارف هو واضح ولا لا عشان الخلفية وراه بيضة اهيت اهو. الفانوس ده تقريبا طوله متر اهو. فانوس اسمه علاء الدين. طبعا احنا عارفين هو اسمه علاء الدين ليه؟ لان شكل فانوس علاء الدين اللي هو في الاسطورة او في القصة بتاعة علاء الدين. فاحنا كده هنشوف بقى طريقة الخطوات ان احنا نعمل الفانوس ده ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين كده الفانوس صعب شوية اهو، ممكن كده يكون واضح. ايوه، فانوس صعب شوية، في منحنيات هنا كتير. في هنا شكل المثلث والمنحنى، وبعدين قطعة مستقيمة، وبعدين بينزل تاني على هنا منحنى، وبعدين قطعة تاني هنا كده مربعة اهي. فاحنا ان شاء الله بقى ربنا يعيننا على الشكل الصعب دوت ان احنا نعمله. هو بياخد شغل كتير وصعب شوية، لكن هيطلع ان شاء الله جميل وكده. فاحنا حضرناه، نجيبه ونجيب القماش الخيامية بتاعنا اهو، والشمع بتاعنا. معلش الشمع السنة دي غالي جدا، فاحنا هنحاول بقى ان شاء الله نعمل بدائل للشمع. فنعمل بقى نحضر القماش الخيامية بتاعنا ونشوف هياخد كام متر بعد الشغل. ولان انا اول مرة اشتغل الشكل ده، شكل علاء الدين بالحجم ده اول مرة اشتغله، وتقريبا ممكن ياخد متر او متر ونص. فهنشتغل بقى، هنفرد القماش ونشوف هناخد المقاسات بتاعة الفانوس ازاي، ونبتدي نطبق ونشتغل. كده رجعنا اهو، فردنا القماش عندنا اهو. وانا باخد مقاسات ازاي؟ بحط الفانوس عليه كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وعلم بالقلم على المساحات اللي انا عايزاها. يعني مثلا ان المثلث هنا دوت او المستطيل دوت بقطع على قده بالظبط كده، واعلم بالقلم واقطع القماش بتاعه اللي هيكسي المساحة دي بالظبط كده. اقطع كل المقاسات بتاعتي على مقاس الفانوس. يعني احنا كده متخيلين عايزه اقول ايه؟ يعني مثلا انا نيمته اهو عشان ياخد مقاس المثلث الصغير ده. ده مثلث اهو، بنيمه على القماش واعلم هنا كده بالقلم واقصه، وبعدين اشيل وابتدي الزق. فاحنا هنقص بقى المساحات بتاعتنا كلها ونرجع تاني. رجعنا تاني بعد ما قصينا كل شكل لوحده اهو زي ما احنا شايفين كده. احنا خدنا كل المقاسات، يعني خدنا المقاس ده لوحده. يعني انا ما بنصحش ان احنا نقطع القماشة كلها قطعة واحدة زي ما في ناس بتعمل، بتاخد الجزء ده كله مرة واحدة. ده بيحصل فيه كرمشة في القماش لما بنيجي نلزقه. فانا قطعت هنا الفانوس ست جوانب. فاحنا قطعت الشكل ده لوحده وده لوحده وده لوحده زي ما احنا شايفين اهوت. كده قطعت 6 اشكال من المثلث اللي فوق، من الدوران اللي بعد المثلث، من المثلث الكبير، من الدوران اللي هو اللي تحت، ومن التربيعة اللي تحت اخر حاجة. فاحنا هنمسك بقى جزء جزء كده. اول حاجة هنمسك الجزء اللي فوق ده، وناخد ال6 قطع بتوعه اللي هي رقم 1، ونلزق واحدة واحدة لوحدها. يعني مش هناخد الجزء ده مع الجزء ده زي ما قلنا، كل جزء لوحده تلزق بقطعة لوحدها. هو هتبقى متعبة شوية لكن هتبقى تدي شكل جميل. نلزق كده ونرجع تاني نشوف بعد ما لزقنا كل شكل لوحده يبقى شكلها ايه. رجعنا اهو تاني. طبعا انا قلت لكم ان اسهل حاجه عشان تعملوا شغل الفانوس ان احنا بنقص كل المساحات وكل شكل لوحده زي ما احنا شايفين كده. كل شكل لوحده قصينا بعدد الحاجات ديت، مش هناخد القماشه مره واحده. فاحنا قصينا ولزقنا. فجيت بقى في الاخر قلنا لازم نلزق بقى واحده معاكم كده عشان تبقوا عارفين طريقه اللزق ازاي. انا لزقت كل اهوت، ونلزق بقى اخر قطعه هنا. طبعا قلنا الحاجات دي قصيناها كلها مره واحده ولزقنا قطعة قطعة. طبعا في الزيادات دي كلها هنشيلها بعد كده عشان نلزق الفرنشة بتاعتنا. هنجيب بقى الشكل بتاعنا اهو. طبعا انا معلمة الوش من الظهر هنا كده، علمت الظهر حطيت عليه قلم اسود كده عشان في ناس بتتلخبط ما بين الوش وما بين الظهر. واجي هنا كده ونبتدي نلزق اخر قطعة عشان نتعلم فيها ازاي بنلزق. نحط الشمع بتاعنا كده، بسم الله، عشان نطور فبنركن شوية. نيجي كده نوازن القطعة القماش بتاعتنا. يعني ايه نوازنها؟ يعني ما نجيش كده او نيجي كده، لازم نشوف الحتتين. هتداري هنا
والداري هنا، تبقى ايدينا ميزان كده. تمام تمام. هنيجي طبعا هنا كده ونلزق الحته اللي باقيه ديت اهيت. الفانوس ده فعلا فعلا صعب، يعني فانوس علاء الدين صعب عشان كله منحنيات، وانا ما بحبش اخد القماشه على بعضها. في ناس بتحب تعمل كده وحريفه فيها طبعا، وفي ناس يعني بتحب تقص كل شكل لوحده زي كده. فانا ما بحبش امسك القماشه كبيره على بعضها واشتغل بيها. دي بتبقى بالنسبه لي انا صعبه. ليه؟ لان هي بتحصل يعني هرولة كده في القماش وممكن نتلخبط. فانا بحب ابص كل شكل لوحده. ونيجي هنا كده ونلزق اخر قطعة اهيت كده واضحة كده، ونلزق كده اهي. بيتبقى معانا زيادات هنا اهيت، فانا بقص حتة الزيادات كده اهيت. تمام تمام. واجي بقى هنا بقى الشغل كله ازاي. طبعا القماشه هنا مش مشدوده، ده اللي بيفرق في الشغل، ان انا باجي على اخر حته بلزقها واشد كويس عشان يبقى القماش كله مشدود وما فيهوش هروله او تنيات او اي حاجه اهو. زي ما احنا شايفين كده اهوت. هنبتدي بقى نشد اخر جزء بنلزقه على الاخر كده. اخر جزء في كل قماشه بشده على الاخر عشان زي ما احنا شايفين كده ما يبقاش فيه هروله ويبقى القماش مشدود على الاخر كده. ونبتدي بقى نشيل الزيادات ديت عشان نحط الفرنشه. كده رجعنا بعد ما خلصناه اهوت. طبعا بعد ما فنشناه زي ما احنا شايفين كده لزقنا الفرنشه خط واحد، ما قطعناش هنا ولا هنا ولا هنا. فكل ده خدناه خط واحد، وهنا خدناه خط واحد، وكل فرنشه عكس التانية، يعني دي وشها هنا يبقى اللي جنبها الوش التاني وهكذا. وده طبعا خدناه خط واحد زي ما احنا شايفين، وبرده تحت خدناه خط واحد. فزي ما احنا شفنا كده، وهنا برضو خط واحد. ده طبعا قلنا كده ده من هنا لحد فوق خط واحد. خط واحد يعني بمسك الفرنشة وانزل بيها، ما اقصش هنا في التانيات دي. وكان عندي بقى شوية نجوم فوم كده، فنطورتهم كده على الفانوس. هنا نجوم صغيرة، هنا نجوم كبيرة، هنا الهلال ونجمة برضو نجوم صغيرة، وهنا كذلك وهنا كذلك. فزي ما احنا شايفين حجمه اهوت، حجمه كبير. انا هنزله لكم على الارض عشان الحجم يبان اكتر. زي ما احنا شايفينه اهو، يعني هو كده بالنسبة لي الحجم بتاعه تقريبا متر وربع او متر. زي ما احنا شفنا كده حجم الفانوس والتشطيب بتاعنا زي ما احنا شفناه. الفانوس ما شاء الله يعني متر ونص او متر وربع كده تقريبا. فطبعا ده فانوس علاء الدين اول مرة ينزل السوق السنة دي. فطبعا كان لنا السبق في مجموعة فسيخ شربات ان احنا اللي نعمله الاول. فالحمد لله ان طلع بالنتيجة دي. ممكن تشوفوه طبعا في السوق كتير، لكن مش هتشوفوه بالفينش دوت او بالتشطيب ده. يعني احنا طبعا متعودين الفوانيس كلها بتتشطب فرنشة خط واحد، ما بيجيبش التفاصيل ديت. فاحنا طبعا شغلنا كله مميز والحمد لله. وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا الايام بخير يا رب ان شاء الله. فما تنسوش بقى اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتابعوا كل الفيديوهات. اعملوا اشتراك واعملوا فعلوا الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.